لنا يعني حقيقة مادة فنية مثيرة، وهي عن صف طويل من السيارات تحمل نعوشا لشهداء عراقيين. تصوير جديد. هذا لازم راح نعرضه الآن بكل ألم، وراح نضطر نحسب السيارات، وكل سيارة شايلة نعش لشهيد. لازم المالكي نور المالكي بصفة القائد العام يجاوبنا على هذه المادة الفيلمية الخطيرة. من هؤلاء الشهداء؟ سيد نور المالكي يجاوبنا على هذه المادة الفيلمية الخطيرة. من هؤلاء الشهداء؟ سيد نور المالكي. حقيقة نعد وياكم، هي مادة طويلة بس نضطر نقدمها يا عراقيين، لأنه لازم المالكي يجاوب. هاي اللقطات نبدي وياكم. يعني مثل ما تشوفون المشاهدين، هاي ثالث سيارة عبرت، هاي رابع سيارة، هاي سيارة خامسة، كل سيارة عليها نعش شهيد. وهذه السيارات مع الموكب الجنائزي الكبير. طبعا كل سيارات اللي وراها اللي هاي المواكب اللي راح يقطع الطريق، دولة منو نور المالكي؟ يا اخوي انت رئيس وزراء حطيناك حتى تحمينا، مو تضيع الامور كلها علينا. ذولا وين استشهدوا؟ وليش ماكو بيان صادر من مكتبك او منك تحديدا منك تقول لنا ذولا منو؟ صادر من مكتبك او منك تحديدا منك تقول لنا ذولا منو؟ صادر من مكتبك او منك تحديدا منك تقول لنا ذولا منو؟ يجاوب العراقيين ككل وعوائل الشهداء ايضا. هاي اللقطات نبدي وياكم. حركت وراها 20 باللون الاحمر، 21 22 سيارة تنقل شهداء، 23 20 باللون الأحمر، 21 باللون الأحمر، 21 باللون الأحمر، 21. تنظيم مراسم تشييع رفات الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية يوجه رسالة إلى الضمير الإنساني عن حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي عاشها ذووهم من بعدهم، ويرد على الداعين إلى طي صفحة الماضي والتمهيد لعودة البعث المحظور. تحركت وراها 20 باللون الأحمر، 21 22 سيارة تنقل شهداء، 23. نقول له لازم الناس تسأل، مو بس احنا نسأل، لازم كلنا نطلع، كلنا نقول له وين هذول منو؟ وين؟ ليش ماكو بيان؟ شوف